بعد ما عملنا مع بعض عيش الحبة الكاملة في الطاسة، كتير منكم طلب مني ان احنا نعمل عيش الحبة الكاملة في الفرن. عايزة اقول لكم ان انا انبسطت جدا بتطبيقاتكم وتجاربكم الناجحة وتعليقاتكم الجميلة. زي ما قلنا تفاصيل وتريكات كل حاجة عن عيش الحبة الكاملة وتسويته على الطاسة، هنقول برضو كل التفاصيل والتريكات عن تسويته في الفرن. ومش بس الفرن العادي، هنقول كل انواع الافران، يعني لو هتسويه في فرن البوتاجاز او تسويه في الفرن اللي هو بشاروقة او ايا كان نوع الفرن بتاعك ايه. فهنتكلم النهاردة عن كل اسرار وتفاصيل التسوية. خليكم معايا للاخر وما تفوتوش ولا كلمة، عشان هنقول اسرار كتير قوي مع بعض. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هحتاج 1.5 كوباية من المية الدافية، هحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنحط عليهم معلقة كبيرة من العسل الأسمر. العسل الأسمر بيساعد على تنشيط الخميرة وكمان بيدي معانا قيمة غذائية حلوة للعيش. لو حابة تستبدلي العسل بالسكر مفيش أي مشكلة. هنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. بعد كده نضيف معلقة كبيرة من الخل، والخل حلو قوي في أي مخبوزات، بيخلي اللبابة هشة وجميلة. وحطيت معلقة كبيرة من الزيت، وبعد كده هقلب كمان مرة وابدأ بقى نحط الدقيق بتاعنا. ده نوع الدقيق اللي انا هستخدمه، بصوا ده شكله دقيق القمح الكامل، بشتريه مكيس، وده النوع اللي انا بستخدمه علشان ناس كتير بتسألني على النوع. انا استخدمت 4 كوبايات بنفس المج اللي عيرت بيه المية، معايره بيه 4 كوبايات من دقيق القمح، وعليهم معلقة صغيرة من الملح. الملح ده حلو قوي، بيدي لقمة العيش معانا طعم حلو. بصوا بقى يا حبيباتي، ركزوا قوي في الخطوة دي ولاحظوا هنا انا مش هعجن، انا بس هدمج كل المكونات بتاعتي. بصوا لحد ما هوصل لان كل حاجة تبقى ممتزجة كويس واتوه الدقيق. بعد كده هغطي العجينة بتاعتي واسيبها لمدة 5 دقايق بس وارجع لها تاني. عايزة اقول لكم الحركة دي بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، بتطلع معاكي نتيجة حلوة قوي للعيش ومن غير ما تعجني فيها كتير. فزي ما قلت لك بندمج كل المكونات، نغطي العجينه بتاعتنا، نسيبها 5 دقايق ونرجع لها تاني. وتعالي بقى شوفي القوام بتاعي. لو تلاحظوا قبل ما اسيبها كانت بتلزق قوي في ايدي، لما رجعت لها تاني لقيتها ما بتلزقش خالص. دي القمح بيكون فيه نخاله فبتشرب كميه سوائل اكتر، فلازم تظبطي الميه بتاعتها علشان العيش ينفخ معاكي. ضروري جدا الرطوبه اللي في العجين تكون مظبوطه. فانت بتعملي ايه لما بتسيبي العجينه شويه، منها بتريح ومنها كمان بتشرب كل الميه، فبتعرفي قوام العجينه كده مظبوط ولا لا. لما رجعت لها تاني لقيت نفسي محتاجه معلقه واحده بس من الميه، وبدات عجنتها لمده دقيقه واحده بالظبط. هتاخدي احلى نتيجه من غير عجن ومن غير مجهود، وفي نفس الوقت خدنا القوام المظبوط للعجينه. والقوام المظبوط انها تكون فيها تلزيقه بسيطه قوي وتكون العجينه طريه معاكي. دهنت العجينه بالزيت وغطيتها كويس بكيس علشان وشها ما ينشفش، وهنغطيها بفوطه كويس ونسيبها 40 دقيقه بالظبط لحد ما تخمر. هتلاقي الكميه اتضاعفت معاكي. بصوا كده التخمير هتلاقيها ما شاء الله عامله كده فقاعات وعليت، فهي كده خمرت معاكي. وطبعا على حسب درجه حراره الجو، فاحنا في الحر ما خدتش اكتر من 40 دقيقه. بصوا يا حبيباتي، عايزه اقول لكم ملحوظه ركزوا فيها قوي قبل ما نكمل. فانا هقف هنا واقول لك بقى اول سر والخلاصه بتاع كل اللي قلناه في الاول، وهو ان العجينه لو ما خدتش كفايتها من الميه مش هيكون فيها رطوبه تتحول لبخار فينفخ الرغيف معاكي. يبقى كده ده اول سر حطيه في جيبك لنجاح العيش. يبقى هتعملي ايه؟ العجينه لازم تشبعيها ميه وتديها ميه بحذر بالطريقه اللي عملناها مع بعض، والعجينه لازم تكون فيها تلزيقه بسيطه علشان ده اللي بينفخ الرغيف. هجيب صينيه مرشوش عليها رده، وبعدين مسكت العجينه بتاعتي قطعتها لكور على حسب بقى حجم الرغيف اللي انت عايزاه. بعد ما بقطع العجينه بتاعتي الكور مش بخمرها ولا بريحها، اول ما بخلص ببدا على طول في الفرد من اول كوره انا عملتها. يعني بقطع وبفرد على طول، لان دقيق القمح سهل في الفرد فهو مش محتاج يريح عشان يفرد معاكي. بالعكس انت لو سبتيه هيخمر والعجينه هتلاقيها ساحت معاكي، فلما تيجي تشكليها او تعمليها رغيفه هتلاقيها مفتحه من بعضها وسايحه معاكي، وممكن ده اصلا يكون سبب في عدم انتفاخ العيش. فاول ما تكوري تفردي على طول. تاني سر بقى وهو التخمير. التخمير بيمر معانا بمرحلتين. اول مرحله بعد ما بنعجن العجينه وسبناها تخمر زي ما شفتوا كده، وتاني مرحله بتكون بعد الفرد، يعني بعد ما بنفرد العيش بتاعنا لازم نسيبه يخمر للمره التانيه، ده مهم جدا. تعالوا بقى نقول شويه ملحوظات واحنا بنفرد العجينه. بس يلا بقى ما تنسيش تحطي اللايك
يلا بقى حطوا اللايك الجميل من ايديكم، طبعا فضلا وليس امرا. بصوا بقى يا حبيباتي، ما ينفعش ان احنا نفرد العيش بتاعنا بسمك رفيع قوي، مش هيفصلوا عن بعض ومش هينفخ معاكي. خليكي عارفه كده، اوعي ترققي عيش الحبه الكامله، اوعي ترققيه، لازم يكون فيه سماكه تمام زي ما انت شايفه كده. ولازم تفردي على رده كتير او دقيق، يعني ممكن تستخدمي نفس نوع الدقيق تفردي عليه او تفردي على رده، بس اهم حاجه تكون رده ناعمه قوي، علشان الرده لو خشنه بتقطع العيش وبتخليه يتفتح معاكي في التسويه وما يكملش نفخ. فوانتي بتشتري الرده قولي له عايزه رده ناعمه قوي. تمام. وزي ما اتفقنا لازم سمك الرغيف ولا يكون رقيق قوي ولا يكون برضو تخين زياده عن اللزوم، يكون فيه سماكه شويه، وعشان ده هيخلي العيش ينفخ معاكي. كل بقى ما بفرد رغيف بروح احطه على قماشه، بتكوني مثلا جايبه ملايه نظيفه او قماشه حلوه كده نظيفه كبيره. افردي بقى لو انت هتعملي كميه، افردي مثلا القماشه دي على الرخامه او على صواني. تمام. بس اهم حاجه ما ينفعش تحطي العيش نفسه على الصينيه على طول، هيلزق في الصينيه لما يريح، عشان ضروري جدا التخمير التاني زي ما اتفقنا اللي هو بعد الفرد. بنسيب بقى العيش بتاعنا لمدة 20 دقيقة ونبدأ على طول نخبز فيه. يلا بقى نتكلم على التسوية. أول حاجة هتكلم على فرن البوتاجاز العادي خالص، البوتاجاز بتاعك هنسوي في الفرن. طب هنعمل ايه؟ بصوا عشان نبقى متفقين، أي عيش في الدنيا بيكون محتاج صدمة حرارية عالية جدا ومفاجأة علشان العيش ينفخ معاكي. العيش لو دخل على نار هادية او الفرن بارد او الصاجة اصلا اللي العيش محطوط عليها دي باردة، العيش مش هينفخ. فلازم الصينية اللي هنحط عليها العيش دي نسيبها شوية في الفرن لحد ما تسخن. بصوا بقى لو تلاحظوا انا بشيل القاع اللي هي الصاجة اللي بتكون في القاع دي، بشيلها علشان تكون النار اللي تحت مباشرة على العيش، لان النار اللي تحت دي مهمة جدا في النفخ. تاني حاجة بتقيدي الشواية، لازم تقيدي الاتنين مع بعض. تالت حاجة لازم ان احنا نقفل باب الفرن، بعكس الفرن التاني اللي هو اللي بشروقة الفلاحي ممكن ما نقفلش الباب عادي خالص لان ناره بتكون حامية جدا. انما فرن البوتاجاز مهما كان النار بتاعته مهما تكون حامية برضو ما بتكونش زي الفرن التاني او زي الافران كده، وخصوصا من فوق. فانا قايدة من تحت ومن فوق الاتنين مع بعض. يعني انا مثلا طبيعة الفرن بتاعي هادي، العيش كان بينفخ معايا لاني كنت قايدة من فوق ومن تحت ومسخنة الصاج وكل حاجة، بس كان في بعض رغيف ما بيكملش نفخ، ده كان عيب في الفرن بتاعي. انما كل الاسرار وكل التفاصيل اللي احنا قلناها دي لازم العيش ينفخ معاكي لو الحرارة عالية. عشان كده في ناس كتير ما بينجحش معاها موضوع العيش في الفرن، لانها بتسوي في فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز ما بيكونش بالحرارة الكافية اللي احنا عايزينها. تاني حاجة في أفران ما بتنفعش انك تشغلي الشواية من فوق ومن تحت مع بعض. تالت حاجة أغلب البوتاجازات بتاعتنا بيكون الفرن بتاعنا هادي، يعني النار بتاعته هادية، إلا قليل بقى في بعض بوتاجازات كده تلاقي الفرن بتاعها عالي وحامي قوي، فده هيساعدها ان العيش ينفخ أكتر. عايزة أقولك ان 80% من نجاح العيش هو في التسوية. ضروري جدا تظبطي النار. تعالوا بقى نشوف لما نخبز العيش بتاعنا في الفرن اللي هو بشروقة. شايفين الفرن طبعا كلكم عارفينه. بصوا بقى تعالوا نشرح التسوية فيه عاملة ازاي. طبعا بيتحط على البلاطة كده على طول، النار من تحت ما بتكونش عالية قوي، بتكون هادية بس منها مباشرة فبتساعد على النفخ. يبقى بنظبط القاع من تحت بيكون هادي. انما بقى الشروقة او الشواية بتاعة الفرن ده، بصوا بقى انا بعمل بعليها اعلى حاجة. تعالوا كده شوفوا معايا، هو ده اللي بيخلي العيش ينفخ معاكي، انك تعلي الشروقة بالمنظر اللي انت شايفاه ده. شايفين العيش بيحتاج نار عالية قد ايه علشان ينفخ؟ بسم الله ما شاء الله. في الفرن ده مفيش ولا رغيف ما نفخش بسبب النار، عشان زي ما قلتلك ان 80% من نجاح العيش هو التسوية، والنار المظبوطة هي اللي بتنجح معاكي العيش، لان هو يعتبر على نار مباشرة من تحت. يبقى محتاجة تعلي بقى؟ تعلي الشروقة او الشواية دي تكون على اعلى حاجة. بسم الله ما شاء الله، احلى عيش هتعملوه. ويا جماعة عايزة اقول ملحوظة للناس اللي بتقول ان عيش الحبة الكاملة عمره ما ينفخ. لا بينفخ، هي بس شوية تفاصيل وشوية تريكات. لو عملتي مرة في مرة هتلاقي نفسك ان شاء الله الموضوع هيبقى سهل جدا جدا. نصيحة مني بقى، لو فرن البوتاجاز بتاعك ناره هادية او ما بتعرفيش تظبطي الاتنين مع بعض فوق وتحت الاتنين مع بعض،
نصيحة مني، سوي على عين البوتاجاز، واحنا شرحنا قبل كده في فيديوهين ازاي نعمل عيش الحبة الكاملة على الطاسة. هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف، هيطلع معاكي برضو ناجح 100% وكله منفوخ وبسم الله ما شاء الله، برضو سهل وهتعمليه وانتي واقفة، مش هياخد منك اي وقت، ولا بقى البوتاجاز يطلع عليكي صهد ولا حرارة ولا الكلام ده. فجميل جدا. انا عن نفسي بحب عيش الطاسة علشان بحس انه سهل وبعمله بسرعة، وكمان بيكون نسبة نجاحه عالية جدا، لان كمان لو الرغيف حصل فيه قطعات وهو بينفخ او اي حاجة، فانا بساعده وبضغط عليه بالاسباتولا وبضغط على الخرم مثلا اللي حصل فبينفخ كله. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، واكون مفيش حاجه نسيت اقولها. ما تنسوش بقى لايك الجميل من ايديكم، واعملوا شير لكل حبايبكم علشان الكل يستفاد، واللي عنده اي سؤال يكتب لي في التعليقات وانا برد عليه بنفسي. وبألف هنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.